بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمدا أخلص نيتي. ربي صلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسلته إلينا ليهدينا إلى صراط مستقيم ولينقذنا من عذاب الشديد، فكان خير معلم وأعظم هاد للبشرية. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيا أيها الإخوة الحاضرون الأعزاء، سادتنا وآبائنا الأحباء، وخصوصا بحضور زوارنا العلماء الأجلة، إنه ليسعدنا جميعا على أبنائنا المتخرجين في هذا اليوم المبارك. أولا نشكر اللجان المتعاونة لتدبير شؤون هذه الحفلة، سواء في المال والعمل، مبذلا جهده بهذا الحفلة. وإنه ليسعدني ويسعدكم أيضا مثل هذا اللقاء والتجمع العظيم، مما يسبب من إحياء النشاط الإسلامي، والتي بها صلاح الفرد والمجتمع الإسلامي في بلادنا هذا. لعله يكون سببا أو تشجيعا لبعض المسلمين لينتبهوا عما هم فيه، وليتعلم البعض الغافل أمرا لا بد من تعلمه من دين الإسلام وأحكامه، لأن الشخصية الإنسان لا يقومها ولا يصحح عقيدتها وعبادتها شيء غير العلم. العلم هذا النور الذي يهدي الله به الناس وينير لهم السبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدي بها في ظلمات البر والبحر، إن طمست أوشك أن تضل الهدى. إذا تأمل الإنسان وتفكر أحوال المسلمين في البلاد، فإنه يجد ويفهم أن من أسباب انشغال بعض الأبناء العائلة مما يلي: أولا الإعراض عن تعلم الإسلام. إذا نظرنا عائلتنا في هذا الزمن، فإن كثيرا منهم لا رغبة لهم بطلب العلم، يعني التعلم في المدرسة، التعلم في المعهد وغيرها من المراكز الإسلامية، وذلك أن الأغلبية منهم لا يدخلون المدرسة إلا إجبارا منهم لأنفسهم، وفضلوا تعلم الإنجليزية وغيرها من العلوم الإسلامية. هل تعلمون النتيجة؟ النتيجة هي ذهاب رغبة عن الإسلام.
قد شاهدنا في زمننا اليوم عيانا أن كثيرا مما أثرت فيها ما اقتدى من آثار أو أخلاق غير المسلمين المخالفة لتعليمات لدينه، بعض من أدنى إلى المنتسب بباب سمره. وذلك أن بعض الأبناء يميل ويتشبه الممثلين بلباسهم وشعرهم وتحركاتهم وأخلاقهم. أين الإسلام في صورة أبنائنا اليوم؟ You must know, my dear parents, our life is a learning journey. Indeed, it is impossible to learn all knowledges. What is necessary is for us to prioritize and learn our religion of Islam, a religion can valid and accepted with Allah subhanahu wa ta'ala. To learn the fundamental teaching of Islam, containing all comprehensible instructions, laws, and all matter concerning the relation between the Creator and the creation, between the man and humanity, enhancement of quality, balanced education, continuous professional development, both in Arabic and secular education, which be our tools of participating on building in our society. Sa panahon natin ngayon, the real foundation of peace and harmony is to support traditional madrasa. To support traditional madrasa. Improve the quality of learning facilities. Ito ang unang hakbang natin para sa isang kalidad na Islamikong education. إذن نتعاون لتثبيت توسيع تعلمنا لعلم الله عز وجل، المساعدة والتضامن بأن تحملوا هذه الحفلة بأفكاركم الكبيرة وأقوالكم الغليظة، فإن الله يعلم متقلبكم ومسيركم. نتعاون ونتضامن ونبحث الطرق والأمور التي تسبب للتقوية والتنمية الصعود التربوية، خطة استراتيجية للتعليم الشرعي ونظام التربوية وتطويره. أيها المتخرجون في هذا اليوم، بإنفاق العروق والفضة والصبر على المشاكل، أرحب بكم وأهنئكم جميعا. ألف مبارك. Congratulations. إن تخرجكم وزادكم الله علما وثقافة في الدين، وأن يجعلكم دعاة هذه الأمة يهدون الناس إلى طريق الحق المستقيم.
فاعلم أن تحرجكم هذا ليس نهاية وإنما بداية. عملكم أن تعملوا بما علمتم. This is not the end of your struggle, but you have just equipped and prepared yourself for the opening of another long journey of destination. It is hoped that this initial step will contribute towards making quality education just as relevant, responsive, ideal, and aspiration which need of the Bangsamoro present as far as our young generation is a mass. وآخرا ندعو الله أن يوفقنا للحق أينما كان وأن يرزقنا اتباع كما أرجو أن يثمر ويكون لها أثر فعال حتى يهدينا الله إلى طريق الحق والخير. اللهم سلمنا الصعبان وبلغنا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.